رحلة الإنترنت وصلت اليوم إلى لحظة تغير التاريخ الرقمي فيها إلى الأبد، من متصفح إكسبلورر عام 1995 إلى أطلس من أوبن أي آي عام 2025. في الماضي كنا نبحث ونكتب ونضغط أنتر، أما اليوم المتصفح صار يفهمك قبل أن تكتب بالأساس. متصفح أطلس الجديد من Open AI هو نافذة جديدة على الويب، هو مساعد شخصي متكامل يعيش داخل المتصفح نفسه. تخيل تقول له احجز لي فندق في دبي أو في الرياض، فينفذ المهمة بالكامل بدون ما تلمس شيء، أو تسأله قارن بين الهاتف الفلاني والهاتف الفلاني فيرد عليك بتحليل ذكي بدل روابط عشوائية. طبعا عملاق الأمس كروم أطلق وضع الذكاء الاصطناعي ليحاول استعادة القمة. الفرق بين الأمس واليوم: زمان كنا نتصفح الإنترنت، الآن الإنترنت هو الذي يتصفح عنا. فتركت لكم الروابط في صندوق الوصف، جربوا بنفسكم وأخبروني ما رأيكم بهذا الأمر.